أهلا بيكم في قناة فن الطهي مع إيناس. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية وتكتها والطشة الجميلة بتاعتها، ونشوفوا هتتعمل ازاي. معانا لحمة احنا سلقناها، وانا محضرة المرقة بتاعتها. لو عايزة تعمليها بالفراخ برضو بتكون جميلة. معانا كمية حلوة كده من التوم، انا فرماه في ملح وشطة وكزبرة ناشفة. معايا كيس ملوخية، معايا 3 كوبايات من الرز، قصادهم 3 كوبايات من المية. انا عاملة كوبايتين من المية، والكوباية التالتة دي نصها مية ونصها لبن. لما بحط لها حبة لبن صغيرين بيبقى طعم الرز فيها حلو، وكمان بتخليه لونه ابيض قوي. تمام. دلوقتي انا هاخد الشوربة معايا على النار، وهسخنها كويس عشان ابتدي بعد كده افضلها كيس الملوخية. وفي طاسة تانية احط فيها حوالي 3 معالق كبار من السمنة، دي علشان التحمير بتاع التوم. هستنى السمنة لما تسيح، وبعد كده هبتدي اضيف لها التوم بتاعها. هحط معلقة صغيرة من التوم اللي انا فرماه ده في الشوربة، وبقية كمية التوم كلها هحطها للتحمير. بتفرق في الطعم لما بتحط لها معلقة صغيرة من الثوم في الشوربة وهي نية، طعم الملوخية بيبقى أحلى. يعني دي برضو تركة مش كل الناس بتحب تعملها. دلوقتي الشوربة غليت معانا، هفضي كيس الملوخية كله، وابتدي بعد كده ان انا اقلبها. اهم حاجة ان الملوخية ما تتغطاش عشان تبقوا عارفين، لان انت لو غطيتي الملوخية هتبصي تلاقيها كلها نزلت في القاع بتاع الحلة. هي بس بتاخد لها كده غلوتين وبتطفي عليها. تمام. انا كده بقلبها كويس بعد ما فضيت كيس الملوخيه كله. سواء انت عايزه تعمليها ملوخيه ناشفه او ملوخيه خضراء، بتتعمل بنفس الطريقه كده، وبرده اهم حاجه ان هي مش بتتغطى. بعد كده في حله تانية ابتدي ان انا احط السمنه عشان اعمل الرز، واحط مقدار الميه، كوبايتين الميه، والكوبايه التالتة دي زي ما قلتلكوا هتكون نصها لبن ونصها ميه. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. هنعمل دلوقتي ايه بقى؟ لما المية بتاعت الرز تغلي معانا هبتدي احط الرز. انا دلوقتي بظبط الملح بتاع الرز، وسبتها على النار، غطيتها. لما المية تغلي هحط الرز. دلوقتي معانا الملوخية خلاص كده سخنت حلو، وبقلبها، والكيس الملوخية بقى كويس مع الشوربة. باخد التوم اللي انا قلت لكم عليه حمر، كنت مهديه النار عليه خالص لحد ما الملوخيه والشوربه تغلي كده معايا. بتبقى كميه حلوه كده من الملوخيه واحطها على التوم اللي احنا حمرناه مع بعض. طبعا الريحه ما اقدرش اقولك. ساعه ما بتحطي الملوخيه على التوم كده وهو متحمر، الريحه بتاعه الملوخيه بتبقى جميله جدا. هقلبها كويس، واخد كل الكميه اللي انا حمرتها في الملوخيه، وبعد كده هقلبها. يا دوبك بس كده بتاخد غلوة على النار، وما بكملش اكتر من كده، وبطفي عليها. ما تخليهاش تغلي كتير، عشان هي كل ما هتغلي كتير هتنزل منك في القاع بتاع الحلة. هبتدي دلوقتي اشوف المية بتاعت الرز لما تغلي. لو غليت معايا هبتدي ان انا احط 3 كوبايات الرز اللي انا قلتلكوا عليها. الرز ده مغسول، وهقلبه كويس، وهغطي عليه، ومش ههدي النار عليه دلوقتي. هسيبه كده 5 دقايق، المية تغلي كده شوية مع الرز، وبعد كده هبتدي ان انا اهدلها النار. في طاسة بقى على النار احط معلقة سمنة حلوة، عشان عايزة ان انا احمر اللحمة اللي انا سلقتها. تمام. هتسيح معايا السمنة، وهجيب اللحمة واحطها على النار معاها عشان احمرها. واثناء التحمير ده انا بحب احط لها بقى شويه فلفل اسود، شويه ملح. طبعا هي مستويه، وانا مش عايزاها تبقى مهريه، لان انت شايفاها في الكاميرا قدامك هي مستويه على الاخر. يا دوبك بس كده تاخد تشويحه كده بحته السمنه كده على النار. انا كده بحط لها حبه الملح والفلفل الاسود، وهي كده خلاص كده اتحمرت كده معايا على خفيف.
هطفي عليها واسيبها على جنب. تمام. بعد كده هبص على الرز واشوف اخباره ايه معايا. هو كده المية ابتدت تتشرب منه، ههدي النار عليه اكتر واسيبه لغاية ما يستوى. هو كده الرز كده تمام استوى معايا، شكله باين كمان من قبل ما اقلبه. هو كده استوى تمام. وشايفه لونه بقى ازاي، لونه ابيض قوي بسبب ربع كوبايه اللبن او نص كوبايه اللبن اللي انتي بتحطيها بتديله لون ابيض قوي. تمام. هاخد طبق وابتدي ان انا احط الرز فيه. دلوقتي الكميه معايا كلها بتاعت الرز انا ضفتها كلها في الطبق، واخدت اللحمه ورصيتها كلها حوالين الرز. تمام. الطريقة اللي انا بقولك عليها دي ان شاء الله هتعجبك. هتجربيها سواء في الرز زي ما قلتلك على حبة اللبن، وفي الملوخية المعلقة الصغيرة بتاعت التوم الني ده لما بتحطيها بتفرق كتير. دلوقتي انا اخدت الملوخية طبعا وهي سخنة، جبت لها طبق وكبيتها كلها فيه، ومش قادرة اقولك ريحتها ايه وطعمها ايه واللون الاخضر بتاعها جميل ازاي. ودلوقتي انا جهزت الملوخية مع الرز واللحمة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وان شاء الله نتقابلوا في فيديوهات تانية بإذن الله.